في قناتي توما ترند اليوتيوب. النهارده هنتكلم عن الشيف هالة فهمي واول ظهور ليها بعد وفاة زوجها الاستاذ ايهاب الله يرحمه. امبارح الشيف هالة طلعت في اول فيديو على القناه هي بعد وفاة جوزها الله يرحمه، وكانت الست بصراحه متأثرة جدا وزعلانه جدا، واخدت بعض الدقايق اتكلمت فيها عن زوجها وعن احساسها بعد وفاته وعن حياتها معاه، وقالت نبذة بسيطة جدا لخصت حياة طويلة عريضة، ولخصت قد ايه الست دي وفية لزوجها وقد ايه متأثرة بوفاته. الشيف هالة قعدت تحكي وتقول ان استاذ ايهاب ما كانش بس زوجها، ده كان ابوها واخوها وابنها، وانها عاشت معاه اكتر ما عاشت في بيت اهلها، وانها لما توفى اتأثرت اكتر ما اتأثرت بوفاة والدها ووالدتها. طبعا الواحد بيتأثر بوفاة ابوه وامه، لكن الزوج بيبقى لما الست بتعيش في بيت جوزها اكتر بتتأثر اكتر، لان يعتبر عاشت معظم حياتها معاه. حكت ان هو كان بالنسبة له ميعاد البرنامج بتاعها قد ايه كان برنامج مقدس بالنسبة له او ميعاد مقدس بالنسبة له، حتى في الوقت الاخير لما كان بيبقى تعبان ومش قادر يتكلم او في شبه غيبوبة كان بيشاور لهم ويقول لهم ولعوا التلفزيون. قد ايه بجد وجعت قلبي، قد ايه متأثرة بوفاة جوزها. اتبدلت 180 درجة بعد الابتسامة الجميلة والحيوية والروح. انطفت وده بيدينا إشارة ان بص الست الأصيلة الجميلة اللي عاشت مع جوزها حياة طويلة عريضة وشالته في مرضه، وكانوا زي ما بتقول كده ملازمين بعض في كل حاجة، حتى كوباية الشاي ما يقدرش يشربها من غيرها، وفي المقابل في ناس تانية مبهدلين بعض على اليوتيوب وفضايح وجرس وحاجات وبلاوي. كلكم بتشوفوا اللي بيحصل. ليكي مني كل الاحترام والتقدير يا شيف هالة، وربنا يصبر قلبك، وربنا يديكي على قد غلاوته وصبر ويربط على قلبك ويطيب جراحك، وان شاء الله ربنا يجعل مرضه في ميزان حسناته وتتلاقوا في الجنة بإذن الله ربنا يجعل مأواه الجنة وتتلاقوا في الجنة بإذن الله. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، دعمكم هيشجعني اني اكمل، واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند.